مشاهير اتهموا بالتقليد. نارين بيوتي بعد ما أطلقت براندها تعرضت لاتهامات إنها مقلدة فكرة شيكلام، وكتير من المتابعين شافوا إنه في شبه واضح بين المنتجات والتسويق تبعهم، بس بنفس الوقت في ناس دافعت عنها وقالت إنه هذا الشيء صار طبيعي بعالم البراندات. بيسان إسماعيل بعد ما نزلت أغنية نجمة اتهموها المتابعين إنها مقلدة فرقة بلاك بينك، خاصة من ناحية الرقصة وطريقة التصوير وحتى الأجواء العامة للكليب. صارت الورع كمان ما سلمت من الانتقادات، واتهموها بتقليد شيرين بيوتي بفكرة إطلاق براند سكين كير، خصوصاً إنه التوقيت والفكرة كانوا قريبين من بعض، فالبعض شافها مو مجرد صدفة. لانا بعد ما صبغت شعرها باللون الأسود انصدمت بكمية التعليقات اللي اتهمتها إنها بتقلد قمر الطائي، لأنه هاللوك معروف فيها من قبل، بس في ناس اعتبرت إنه تغيير طبيعي ومو شرط يكون تقليد. غيث مروان كمان دخل بهالموضوع لما اتهموه بتقليد أسامة مروة بالتحدي اللي عمله برمضان، خاصة إنه الفكرة كانت قريبة من محتوى أسامة، وهالشي فتح نقاش إذا الإلهام صار يعتبر تقليد أو لا.